السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال يا رب، اللهم امين. بعتذر على اني مش بنزل لكم فيديوهات يوميا باستمرار كده، لان بجد يعني مفيش وقت خالص بصراحة. يعني ببقى نفسي كل يوم انزل فيديو او حتى فيديوهين، بس بجد صعب جدا جدا. فاستحملوني كده، انا ان شاء الله باذن الله ربنا يعيني ويقويني واقدر اتواصل معاكم دايما. فانا يعني بحاول بقدر الامكان كل لما الاقي نفسي قادرة اتكلم او عندي موضوع مهم فباجي على طول اصور واتكلم ان شاء الله معاكم. جايه لكم النهارده بموضوع حلو جدا جدا، ان شاء الله يكون كده جرس او يعني انتباه لنا كلنا، زي ما شفتوا كده في العنوان: الحقي نفسك قبل فوات الاوان. هنلحق نفسنا من ايه وقبل فوات الاوان ايه؟ ده ان شاء الله اللي هتكلم معاكم النهارده. تابعوني لاخر الحلقه علشان ان شاء الله الكل يستفاد، وانا كمان استفيد قبلكم، واذكر نفسي كمان قبل منكم بكل الكلام اللي انا هقوله النهارده. طبعا يا حبايبي، كلنا في زحمة الدنيا وفي زحمة الحياة منغمسين في بيوتنا مع أزواجنا وأطفالنا وكل حاجة في الحياة، ملهيانا عن نفسنا وملهيانا عن شخصنا كأنثى وكامرأة لها الحق في الحياة، لها الحق إنها تعيش مرتاحة وسعيدة ومبسوطة. فأنا النهاردة جاية أقولك: الحقي نفسك قبل فوات الأوان. الحقي نفسك، اليوم اللي بيعدي ما بيجيش تاني. انت دلوقتي كل يوم بتقومي تكنسي وتطبخي وتحملي هم الدنيا كلها علشان خاطر زوجك واولادك ما يكونوش محتاجين اي حاجه. بتفرطي في حقوقك، بتفرطي في اقل وابسط حق ليكي علشان تشوفي زوجك واولادك في احسن حال. بس صدقيني دي نظريه وحشه جدا جدا وغلط طبعا. انا مفيش مانع ان اهتم ببيتي وزوجي واولادي واقوم بواجباتي على اكمل وجه، لكن في نفس الوقت لازم اهتم كمان بنفسي. ما هو انا ليا حق على نفسي طبعا. فعلشان كده ده كان فكرتي الفيديو النهاردة. احنا طول الوقت عايزين نخلي اولادنا في احسن حال، مش عاوزينهم يمرضوا ابدا، عايزين ازواجنا يكونوا راضيين عننا. كل ده جميل جدا جدا، لكن في وسط ده كله تنسي نفسك. سامحيني هقولك لا، كده غلط. علشان قدام لما هتكبري ان شاء الله باذن الله وهتلاقي ولادك اللي انت تعبت عليهم وفي تربيتهم. لان انا مش بقول لك كلام كده من الهوا، ده كلام عن تجارب ناس كتير حواليا. انا طبعا اولادي لسه صغيرين ولسه ما مرتش بالمرحله دي، بس بفكر فيها مليون مره. ومن كل المواقف اللي بشوفها حواليا من الناس اللي طبعا تعبوا على اولادهم وكبروا دلوقتي وبقوا في مراكز، وكمان اتجوزوا يعني وبقوا لحياتهم يعني بيت اهلهم ده مش بيدخلوه غير يعني في المناسبات من زحمة الحياة ومن دوشتها. فساعتها بس انت ما تقدريش انك تلوميهم، لان هم مالهمش ذنب. وهم صغيرين ما قالولكيش لا يا ماما شوفي مصلحتك وسيبينا. ما قالولكيش لا خليكي جنبنا طول الوقت يعني، ولا قالولك كده ولا قالولك كده، لانهم هم صغيرين ما يفهموش حاجة. انت اللي تقدري تحددي مصيرك من دلوقتي. انت اللي تقدري تخلي لنفسك كيان وهدف. لما هيسيبوكي او تحسي ان انت بقيتي لوحدك، ان انت لا ليكي حياة مستقلة، ان انت معاكي هدف عايشة عشانه. ولادنا دول حبايبنا ونور عينينا، ما اقدرش اقول لا او ما اقدرش اقول لك اتخلى عنهم طبعا. بس دايما خلي لنفسك وقت راحة. ما تهلكيش نفسك طول الوقت وتقولي علشان خاطر ولادي. يعني ما تهمليش في حق نفسك وفي لبسك وفي شياكتك وفي اناقتك وانوثتك علشان تقولي ولادي اولى بكل قرش. لا طبعا، ده غلط، اكبر غلط. زوجك مهما يكون ملوش ذنب انه يشوفك طول الوقت شد الاشرب على دماغك، ومهملة في لبسك وفي كل حاجة علشان خاطر انك تبقى يعني يا عيني شمعة تحترق من اجل البيت واللي فيه. لا طبعا، ده غلط جدا جدا. ما تجيش في المناسبات وفي لبس الاعياد تقولي انا اجيب لولادي بدل الطقم اتنين وهم لما يلبسوا اكن انا لبست. لا، لازم تجيبي لنفسك طبعا، لو الحال ميسور تجيبي لهم وتجيبي لنفسك، وده اهم حاجة انك تفكري في نفسك قبلهم كلهم. على فكرة ده مش انانية، ده منتهى العدل، لانك لما هتفكري في نفسك تفكيرك فيهم هيزيد. فعشان كده بقولك: الحقي نفسك قبل فوات الاوان. الحقي نفسك قبل ما تكبري وتحسي ان العمر جري بيكي وانت ما اديتش لنفسك ابسط حقوقها.
الحقي نفسك وساعدي نفسك بأقل الطرق. يعني مش عايزة اقولك افوري انك تساعدي نفسك، كلفي زوجك فوق طاقته، حملي ولادك فوق طاقتهم، اهمليهم خالص وخدي بالك من نفسك. لا، ده مش هدف الفيديو على فكرة. الفيديو هدفه ان انت بتقومي بواجباتك، بتعملي كل اللي عليكي، بس في نفس الوقت ما بتهمليش في انوثتك، في جمالك، في صحتك. يعني معظمنا كأمهات لما اولادنا بعد الشر بيجرى لهم اي تعب او اي حاجة، نجري نروح على الدكتور نكشف عليهم، نطمن على صحتهم. لكن احنا لو جرالنا اي حاجة بنقضيها ببرشام من الصيدلية، باي ازازة دواء، ونقول لا مش مشكلة اللي احنا هندفعه عند الدكتور علشان نكشف، ولادنا اولى بيه. لا يا حبيبتي، اوعي تعملي كده ابدا. انت اولى، انت تستحقي، انت بتتعبي، فما تهمليش في حق نفسك ابدا لمجرد ان انت شمعة تحترق في البيت من اجل انك تأيديه وتنوري لاولادك ولزوجك. الحقي نفسك كمان قبل فوات الأوان. اعرفي قدراتك، اعرفي موهبة عندك، حاولي تنميها، حاولي تخلي لنفسك وقت انك تنمي موهبتك وتنفذيها وتشتغلي عليها، علشان طبعا هي دي اللي هتساعدك قدام انك تحسي بوجودك وتحسي بذاتك في المجتمع. عايزه اقول لك كمان، لو انت تعبانه حاسه ان انت يعني مش قادره تقومي من مكانك، اوعي ابدا تيجي على نفسك وتقومي تقولي انا هعمل طبيخ، انا هعمل لاولادي ياكلوا، هقوم اكنس، هقوم اروق. لا 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 لا، سيبك من الكلام ده كله. لازم ولادك يعرفوا ان ماما تعبانه، يعني في حاله طوارئ في البيت. ماما تعبانه يعني احنا لازم نعتمد على نفسنا. يعني ماما تعبانه يبقى الكل كله يكون تحت رجليها وفي خدمتها، زي ما انت طبعا بتكوني في خدمتهم وتحت رجليهم طول الوقت. مفيش مانع يقوموا يوضبوا لنفسهم اكلهم. هم مش احسن من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان بيخدم نفسه بنفسه، وكان عنده زوجاته، وكان عنده الخادم بتاعه سيدنا انس. هم مش احسن منه طبعا، انا مش بقول لك هم هيخدموا نفسهم طول الوقت. دي بس في حالات الطوارئ، في حالات الطوارئ انك تكوني تعبانه او منهكه وخلاص مش قادره وجبت اخرك. فده اللي انا عايزه اقوله لك يا حبيبتي من الفيديو النهارده. عايزه اقول لك ده يكون جرس وانتباه ليكي ونقطه بدايه ونقطه تحول في علاقتك بربنا قبل فوات الاوان. كوني كده يعني متصله بربك طول الوقت. شوفي انت مقصرة في عباداتك ايه، يعني مش بتصلي مثلا الاوقات كلها، لا صلي. خافي على نفسك، خافي على نفسك من يوم القيامة. حاولي، انا مش بتكلم من ناحية دينية والله، ولا من ناحية وعظ ولا ارشاد، انا بس كله من خوفي عليكي وعلى نفسي وعلى كل الناس. عايزين نقف مع بعض كده وقفة ونقول ان احنا لازم نلحق نفسنا قبل فوات الاوان، قبل ما العمر يجري بينا، وقبل ما الدنيا تلهينا في مشاكلها وفي مشاغلها كلها. لازم يعني نخاف على نفسنا ونحب نفسنا قوي قوي قوي، ونريحها يعني. ده كان فيديو النهاردة، وفعلا بجد يعني فيديو يستحق كلام فعلا من قلبي ليكم ولنفسي كمان قبلكم بجد والله، لان انا يعني مش معصومة من الخطأ، مش معصومة من التفكير الغلط، اكيد طبعا زيكم. بس لازم نحاول بقدر الامكان ان احنا نشوف نفسنا شوية، يعني علشان الحياة تستمر، وعلشان كمان نحس ان احنا يعني ما فقدناش انوثتنا بعد زواجنا. انت بتكوني انثى قبل الجواز، بعد ما بتتجوزي بتاخدي لقب زوجة، وكمان بعد ما بتخلفي لقب فما تهمليش انوثتك علشان اتجوزتي، وفي نفس الوقت ما تهمليش امومتك علشان يعني برضو نفسك تكوني انثى. خليكي موفقة في كل حاجة، كزوجة، انثى، امرأة، ام، كل حاجة اديها حقها، يعني انوثتك اديها حقها، امومتك برضو اديها حقها. انت كست برضو خدي حقك، يعني مش تيجي على جانب علشان الجانب التاني يكبر ويزيد. كل حاجة ولها حدودها وليها يعني الحاجة اللي تكفيها من الاهتمام. ما تجيش على حاجة علشان حساب حاجة تانية. صدقيني انت لما تعملي المعادلة الصعبة دي، انك تحافظي على كونك كامرأة ليكي هدف وليكي حاجة انت عايشاها بعيد عن زوجك وعن اولادك، ده في حد ذاته سعادة ونجاح. وفي نفس الوقت هتحافظي على انوثتك وعلى جمالك وعلى رشاقتك، وتهتمي قوي قوي بنفسك وبجمالك.
دي برضو حاجة كويسة جدا جدا. وكمان في نفس الوقت تعادلي برضو وتخليكي ام ناجحة وشاطرة وذكية ومش مقصرة في حق ولادك، ده هيكون في قمة النجاح ليكي وقمة التميز عن غيرك. فعشان كده النهاردة حبيت اوصل لكم الرسالة دي ليكم وليا ولكل اللي بيسمعني، واتمنى يكون الفيديو يا حبايبي مؤثر ومهم جدا ومفيد ليكم. وعلى قدر الامكان وعلى قدر المستطاع حاولي تنفذي كل كلمة انا قلتها النهاردة، لان بجد انا خايفة عليكي وعلى نفسي. مش عايزين نكون يجي يوم علينا ونحس ان احنا ضحية، لان احساس الضحية واحساس انك انت يعني مش واخدة حقك ده احساس مهم جدا واحساس صعب واحساس بيتعب جدا النفسية. فعلشان كده عايزاكي تكوني طول الوقت واخدة حقك من الدنيا، تكوني طول الوقت انسانة سعيدة ومبسوطة. اشوفكم يا حبايبي فيديو جديد بموضوع جديد ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.